ما لو اتكلمنا بصراحة ممكن ناس كتير تزعل. بالنسبة للناس اللي بتقول أهلي مانويل جوزيه فين؟ هقول له هات له أحمد حسن، هات له أبو تريكة، هات له عصام الحضري، هات له عماد متعب، هات له شادي محمد. فين الناس دي من مارسيل كولر؟ مارسيل كولر ما عندوش لعيبة بتاتا. اللعيبة اللي معاه كلها متراخية، مش رجالة تشيل النادي الأهلي حاليا. إنما هتقول لي مانويل جوزيه، لا، مانويل جوزيه كان معاه رجاله لعيبه ابطال فعلا، لعيبه بتعرف قيمه النادي الاهلي، قيمه تيشيرت النادي الاهلي. انما مارسيل كولر بينحت في الصخر حاليا مع النادي الاهلي. الناس لازم تصبر على مارسيل كولر. صبرتوا كتير، لا تصبروا تاني، تدعموا. اهم حاجه الدعم، لازم تكون متفائل، لازم تديه الدعم الكامل حتى لو في اصعب حالاته. لازم تدي لمارسيل كولر واللعيبه الدعم الكامل. شوف انا بقول لك اللعيبه مش رجال، ولكن لا، نديهم الدعم الكامل عشان خاطر داخلين على كاس العالم للانديه. لازم من دلوقتي يفوقوا ازاي؟ يفوقوا بدعم الجماهير، بالتفاؤل، بالحب، بالعطاء. انما الجماهير كده داخله في الحيط او بتضرب في الحيط. لازم الجماهير تفهم ان الاهلي لازم يكون له دعم جماهيري كبير. مارسيل كولر او غير مارسيل كولر محدش هيوقف النادي الاهلي الا غير تشجيع الجماهير ودعم الجماهير للجهاز الفني وللعيبه. اللعيبه عليهم او تحتيهم 10 خطوط حمراء. انما لعيبه مانويل جوزيه ما تقوليش او ما تقارنهم ليش بلعيبه مارسيل كولر حاليا. مانويل جوزيه ساب النادي الاهلي لحسام البدري. حسام البدري بنفس اللعيبه خد الدوري وخد دوري ابطال افريقيا. مانويل جوزيه ساب اللعيبه او ساب النادي الاهلي في مدرب ثاني خد بنفس اللعيبه، مدرب من النادي الاهلي ومحلي بس انا ناسي اسمه، خد الدوري باللعيبه. اللعيبه كانت ابطال، ابو تريكه، عماد متعب، احمد حسن، بركات، شادي محمد، وائل جمعه، الصخره. كل الناس دي كانت رجاله مع مانويل جوزيه. ما تقوليش فين اهلي مانويل جوزيه. اهلي مانويل جوزيه راح يبقى على جماهير النادي الاهلي تدعم الموجودين عشان تعمل مانويل جوزيه تاني. انما مانويل جوزيه لما ساب النادي الاهلي شفناه حصل له ايه، ما عرفش يدرب تاني. يبقى مين اللي عمل مانويل جوزيه في الاساس؟ جماهير النادي الاهلي. يبقى هنا لازم نعمل احنا مارسيل كولر. جماهير النادي الاهلي لازم تعمل لعيبه بحجم محمد ابو تريكه، محمد بركات، عماد متعب، عصام الحضري، احمد حسن. الجماهير فين؟ انا بقول جماهير زمان فين بتاعت النادي الاهلي، مش بقول مانويل جوزيه بتاع الاهلي فين. لا، احنا بنقول جماهير النادي الاهلي بتاع الزمان فين. يبقى لازم نحط 10 خطوط حمراء تحت كل لاعب من لعيبه النادي الاهلي الحاليين. اما مانويل جوزيه لا، كان معاه لعيبه بتعرف قيمه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي زي ما قلنا. يبقى هنا لازم كلنا يد واحده، جماهير النادي الاهلي تشجع وتدعم لعيبه النادي الاهلي وما تعملش احباط. وانا اللي شافه في سوشيال ميديا الناس كلها جاي على مارسيل كولر. لا، مارسيل كولر بيعمل انجازات بدليل انه بياخد بطوله واثنين وثلاثه وخد كتير مع النادي الاهلي. بيخفق مباراه الناس كلها بتقوم عليه. النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي ما بتحبش الاهلي يخسر، ولكن مش بالطريقه دي. لا، لازم نكون داعمين للنادي الاهلي وفي نفس الوقت ننقد نقد بناء.